تعددت الأساليب ولكن الهدف واحد، وهو استهداف المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ما يسمون الجيش الوطني السوري. يوم أمس قامت فصائل المرتبطة بجيش الاحتلال التركي باستهداف قرية أم الكيف. قرية أم الكيف تبعد 3 كيلومترا شمال مدينة تل تمر السورية. في هذا الاستهداف تم بشكل مباشر استهداف الخط الواصل من محطة ضخ مياه علوك بمدينة حسكة. هذا الخط يعتبر الخط الرئيسي المغذي لمدينة حسكة وضواحيها، حيث يوصل قطرها إلى 120 سنتيمترا. هذا الخط حاليا خرج عن الخدمة تماما كما تشاهدون هنا في الفيديوهات التي تظهرها لكم وكالتنا وكالة أنباء هوار. بالتنسيق مع مديرية المياه بالحسكة وبلدية التمر قسم المياه نقوم بإصلاح خط 1200 المغذي إلى الحسكة. الأسباب قصف مرتزقة الأتراك بالمدفعية خط 1200 خط المغذي للحسكة. رغم قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ما يسمون بالجيش الوطني السوري، تحاول الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة من إصلاح خط المياه الواصل بين محطة ضخ علوك ومدينة حسكة الذي تم استهدافه من قبل جيش الاحتلال التركي يوم أمس.